خصك تولد من جديد. الجزء الثاني، القلب الجديد ووعد حزقيال. نهضروا بصراحة، حوار الباحثين عن الحقيقة، أسئلة صادقة وأجوبة من كلمة الله. ولكن بقى عندي سؤال، هاد الولادة الجديدة واش يسوع هو أول واحد هضر عليها ولا كانت معروفة حتى قبل منه؟ سؤال زوين، والجواب غادي يفاجئ بزاف ديال الناس، حيت بزاف كيظنوا باللي الولادة الجديدة بدات مع العهد الجديد، ولكن الحقيقة الله كان واعد بها قبل مئات السنين. فين؟ في العهد القديم على لسان النبي حزقيال. ذاك الوقت الشعب كان عنده الشريعة وعنده الوصايا وعنده الذبائح وعنده الهيكل، ولكن الله كان عارف باللي المشكل الحقيقي ماشي في نقص القوانين، المشكل كان في القلب، ولهذا أعطاهم وعد عظيم. قال: ونعطيكم قلب جديد، ونحط فيكم روح جديدة، ونحيد منكم القلب ديال العجر، ونعطيكم بلاصتو قلب حي من العم. حزقيال الإصحاح 36 العدد 26. قلب جديد، هاد الكلمة فيها أمل كبير، ولكن شنو المقصود بقلب الحجر؟ خليني نسولك، إلا شديتي حجر واش كيحس؟ لا. واش إلا ضربتيه كيتبدل؟ لا، كيبقى كيف ما هو. هذه هي الصورة اللي استعمل الله. قلب الحجر هو القلب القاسي، القلب اللي ما كيتأثرش بكلمة الله، ما كيسمعش لصوت الضمير وما كيبغيش يتغير. أما قلب اللحم فهو قلب حي، كيسمع، كيحس وكيستجيب لله. يعني الله ما كانش باغي غير الناس يبدلوا التصرفات ديالهم، كان باغي يبدلهم من الداخل. بالضبط. وحزقيال له قفشانة، الله زاد قال: ونحط روحي في داخلكم، ونخليكم تمشيوا على الفرائض ديالي، وتحافظوا على أحكامي وتعملوا بها. حزقيال الإصحاح 36 العدد 27. يعني الروح القدس هو اللي كيعطي القوة باش الإنسان يعيش حسب إرادة الله. إيه، شوفي الفرق. الشريعة كتقول للإنسان خصك دير هاد الشيء، أما الروح القدس كيعطيه القلب والرغبة والقوة باش يديروه. الطاعة ما كتبقاش غير واجب ثقيل، كتولي نابعة من محبة الله. يعني المشكل ما كانش في الشريعة؟ لا، الشريعة مقدسة وصالحة، ولكنها كتبين الخطيئة وما كتقدرش تبدل القلب. التغيير الحقيقي كيجي من الله، ولهذا وعدهم بقلب جديد وروح جديدة. دابا فهمت علاش يسوع قال لنيقوديموس خاصو يتزاد من جديد، راه كان كيهضر على الوعد اللي سبق وقالوا الله. إيه، يسوع ما جاش يجيب فكرة جديدة، جاي يحقق الوعد اللي الله عطاه من زمان، اللي تكلم عليه الأنبياء واللي كان الشعب كامل كيتسناه. يعني الولادة الجديدة ماشي مجرد تحسين في السلوك، ولكن خلق جديد من الداخل. هذا هو. الله ما كيرممش القلب القديم، كيعطي قلب جديد، وما كيصلحش الإنسان من برا فقط، كيبدا من الداخل، ومن الداخل كيبدا كل شيء كيتبدل. دابا فهمت باللي الله هو اللي كيعطي القلب جديد. ومن خلال النبي حزقيال أعطى الله وعد عظيم لشعبه، ما وعدهمش غير يزيدهم وصايا ولا يجيب لهم طقوس جديدة، ولكن وعدهم بقلب جديد وروح جديدة. وهذا الوعد كملوا الله في المسيح، اللي ما جا غير باش يعلم الناس، ولكن باش يبدل القلب ويعطي حياة جديدة لكل واحد كيآمن به. ودابا كيبقى السؤال مطروح لكل واحد فينا، واش مازال كتحاول تبدل راسك بقوتك ولا سلمتي قلبك لله باش هو يبدلك من الداخل؟ شكرا على المتابعة. إذا بغيتي تكمل الحوار تواصل معنا على الواتساب 0642 83 33 22. إلى لقاء جديد مع لقاء الأحبة نهضروا بصراحة.